ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل طريقة الفراخ، هنعملها بطريقة حلوة وتسوية حلوة، وان شاء الله قبل المغرب بنص ساعة تعمليها وتحطيها في الفرن هتطلع معاكي بالجمال اللي احنا شايفينه ده. تتبيلة حلوة قوي والطعم خطير والتسوية جامدة جدا. لايك بقى وشير للفيديو وتعالي على طول نشوف الوصفة عملناها ازاي. اول حاجة انا عندي هنا بصلتين، وعندي كمان 3 فصوص توم، طبعا على حسب الكمية. لو هتعملي فراخ اكتر، انا هنا عامله فرخه واحده، هتعملي اكتر هتزودي. حطيت بصلتين وكمان هنزل بطماطمتين وقرن فلفل بقى يكون حامي كده. طبعا لو انت بتحبي الحامي ما بتحبيش الحامي هتحطي الرومي بس. نزلت بواحد من الحامي وواحد رومي. وهنا بقى نص كوبايه زبادي. نص الزبادي ده قصدي يعني لو في كوبايه حطيها، بس انا كان عندي نص. الزبادي هنا بيطري الفراخ جدا وبيخليها بصوا يعني بجد بتطلع حلوة عن ما بتعمليها من غير زبادي. حطيت بقى توابلي ملح وفلفل، وحطيت شوية كمون، وحطيت بهارات فراخ، وحطيت الملح، وحطيت ليمون. بصوا الليمون بقى اساسي عندي في تتبيلة الفراخ دي، هو ده اللي بيظهر معايا الطعم جميل جدا. ولا هنحط بقى صويا صوص، ولا نحط دبس رمان، ولا نحط عسل، ولا نحط حاجة خالص. هي التتبيلة دي واوعدك ان هي تبقى بصوا الفراخ ليها طعم جميل بجد يعني، ولا احلى من كده. كمان حطيت بقى هنا شوية زيت. وطبعا لو بتحبي اي نوع توابل حطيها، بس انا هنا مش حاطه توابل كتير، يعني بلاش نضيع طعم الحاجه بكتر التوابل. انا هنا كمان حطيت معلقه صلصه كبيره وحطيت شويه زيت. بجد التتبيله دي مش عايزه اقول لك بقى، هي ريحتها كده من غير حاجه خالص يعني طالعه كده جميله جدا. انا طبعا هنا غاسله الفراخ ومنشفاها خالص من الميه، وطبعا ممكن تقطعيها قطع صغيره هتبقى جميله جدا برضو. انا هنا عملتها كده يعني زي ما انتم شايفينها كده. وطبعا غاسله بين الجلد واللحمه غاسله كويس جدا. وطبعا ايه الحتت دي بيبقى فيها زفاره، فبنحاول بين الجلد واللحم كده نطلع اي حاجه من جواها كده. ما علينا ان انا بقى ايه. بصوا بفتح كده الصدر بيبقى تخين، فما اعملوش كده ايه زي ما هو، لا بفتحه زي السندوتش كده وبدخل التتبيله بينه. وفي نفس الورك نفس الحكايه، بدخل برضو التتبيله عند الورك من جوه كده. ويا ريت كمان نكون مقطعينه كده بالسكينه كده من جوه عشان يشرب التتبيله. انا زي ما قلت لكم هنا كان فاضل نص ساعه على المغرب، فايه يعني كان برضو بسرعه، يعني عاملاها بسرعه ما لحقتش برضو ان انا ايه اقعد بقى افتح وكده. ولو عملتيها آه قبليها بشويه وحطيتيها في التلاجة هتعمل برضو طعم جميل احلى من كده كمان. التتبيله هتخش كده في الفرخه وهتظبطها اكتر واكتر. انا هنا دي كانت قبل المغرب بنص ساعه، يعني هنقول ايه يعني نص ساعة وكمان يعني شوية صغيرة كده، يعني فاهميني اللي هو ايه ساعة إلا تلت ساعة إلا ربع حاجة زي كده يعني. بس كنا يعني قربنا على المغرب. فحبيت بقى ان انا اعملها كلها كده، ومعها البطاطس واحطها على البطاطس كده، بحيث ان انا ايه استفيد بالوقت. وان شاء الله هتطلع معاكم يعني جميله، وهتطلع وهتستوي وهتبقى زي الفل. يعني عايزه اقول لكم هي نص ساعه كانت استوت فيها. انا هنا بقى مشغله طبعا الفرن قبل ما اعمل ده كله عشان الحق ان هي تستوي معايا. فحطيت بقى ايه بعد ما تبلت، حطيت بقى البطاطس وبصل، وممكن تحطي بقى فلفل وجزر وحاجات كتير، او اي خضار انت بتحبيه. طبعا غطيتها بقى بورق الفويل وكمرتها كويس جدا. والفرن كان سخن قبل ما ادخلها، لازم الفرن يكون سخن عشان الفراخ تطلع جوسي كده وطريه وحلوه. دخلتها بقى وسبتها براحتها لحد، عايزه اقول لكم هي نص ساعه كانت استوت وبقت زي الزبده كمان. كل شويه طبعا هنكشف عليها كده ونشوفها، لو محتاجه حبه ميه صغيرين هنحط سنه صغيره عشان ما تنشفش معانا. وطلعت بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، طريه وجميله والبطاطس مش عايزه اقول لكم مستويه ازاي من تحت منها كده. وطبعا شاربه بقى من صوص الفراخ ومن التتبيله بتاعت الفراخ، في حاجه كده في منتهى الجمال. انا هنا كمان كنت عامله صينيه رقاق وحطها كده جنب منها، مع بواقي الاكل بتاع اللي فايض من قبلها بيوم، سخناه وحطيناه في الفرن مع الفرخه كده، وفي الاخر يعني كده السخين. وهو ده الفيديو بتاعنا، وكل سنه وانت طيب.